البنات، نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نخدم معكم فقيقسات مالحين. هادو هما المقادير د العجينه البنات. كنحتاجوا 4 الزبده البنات، 5 ديال الفرماج، انا عندي هاد المربعات. عندك كيري ديري كيري، كاس الا ربع الزيت، معلقه ديال السكر باش تجينا ديك القرمشه وياخذوا اللون في الفران، معلقه الملح، 2 بيضات، كيلو ديال الطحينه البنات. ديري خماره او لا، انا كندير هاد بيكربونات، صويا صوص، معلقه الخل، البصل بودر، ما عندكش بودر دي بصله حكي عصري الماء ديالها ديريه. هذه الثومه بودر، ما عندكش الثوم بودر دي واحد جوج سنينات ديال الثوم وحكيهم، 2 معالق ديال المطارد، وعندنا ياغورت مسوس. على بركه الله نبداو. نحيد هادو من هنا، نخوي هاد السكر، نخوي هاد الملح البنات، وهاد 2 بيضات، وهاد الزيت، نديرو الياغورت مسوس حتى هو نديروها البنات. عندك العجانه ديري كلشي في العجانه، انا غندير بيدي حيت كاين اللي ما عندوش العجانه. ندير 2 معالق ديال لاموطارد هانتوما البنات، ندير معلقه ديال الخل، هذه نيت اللي درنا فيها، نديرو هاد الثوم بودر يعطي واحد المذاق زوين البنات. نديرو البصل بودر، انا قلت لك ما عندكش عصري غير البصل، نديري الماء ديالو. غنحل البنات، ما هبطت لياش حيت غليظه شويه. هانتوما غندير شويه من هاد الصويا صوص، غير شويه حتى ديرها ثقيله ولكن راها بنينه. صافي البنات، ونخلطوا كلشي دابا. وغنبقاو نزيدو الطحين ان شاء الله. بسم الله. الزبده تكون حتى هي في حراره المطبخ باش ما تعذبكمش. بحال هكا البنات، نخلطوا كلشي المكونات ونبقاو نزيدو في الطحين. البنات بعد ما خلطت هاد المكونات ونسجموا مع بعضياتهم، غنديروا الدقيق. هذا كيلو ديال الدقيق، نوريكم شحال شاط منه حيت كل واحد وعلى حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين الدقيق اللي ما كيتشربش. هانتوما البنات، ندير شويه ديال ساشيه، معلقه ديال هاد البيكربونات. انا ما كنديرش الخمارات، كندير هاد. هانتوما البنات، ندخلوا الدقيق في هاد المكونات حتى نجمعوا العجين كامل، يكون شويه شاد في راسو. نجمع البنات العجين، نوريكم الدقيق اللي شاط، الا هو شاط ولا اللي دخلات كيلو كامل غنوريكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. نلم العجين وانا معاكم. البنات بعد ما
جمعت العجين. هذا هو القوام ديالو البنات، ما كيلتصقش في الايدي، صافي تيكون واجد البنات، تيكونش طري بزاف وما تيكونش قاصح. هانتوما البنات شفتوا هاد الطحين اللي شاط ليا البنات، تقريبا بقى واحد 2 كؤوس ديال الطحين، ما تخليش كيلو كامل. دابا غنقسموا العجين وغنديروا النكهات اللي غنديروا في كل شكل. البنات دابا نقسموا العجين على 4. غنكهه البنات العجين بالجبن، حكيته في الحكاكه رقيقه. وهنا البنات العجين الثاني غندير هذه البابريكا المدخنه، ودرت معاها معلقه السودانيه، ها هي حتى هي طحناها بيدي درتها معاها. وهنايا الزعتر مطحون. وغادي نزين البنات بهاد الزريعات القرعه، واللوز قسمته على 2. وهنا درت البافو الخشخاش او اللي يقول ليه بافو والخشخاش، ودرت الزنجلان الابيض. وهنايا الزريعه حتى هي منقيه. الزريعه كتواتى مع الزعتر، هاد الزريعه وهادي العجين الزعتر كيجي رائع معاه. ولكن اختيار ديري اي نكهه، اي معدنوس مقطع ديري هذا التحميره العاديه مع الهريسه، ديري الزيتون مطحون، راه عطا الله النكهات. دابا نقسموا العجين على 4 البنات. نقسموا العجين على 4. نديروا فيه النكهات ونديروهم في بلاستيكه ونديروهم في الثلاجه شويه يشدوا راسهم، وديك الساعه نشكلوهم. نخلي وحده هكا باش ندير فيها اللوز، تكون هي هذه ان شاء الله. نجبد البلاستيك، نسيت ما جبدتوش. هذا غنخليه هكا البنات، غادي نجمعو باش نديرو في الثلاجه. ضروري ما تدخليهم في الثلاجه البنات باش ما يعذبوكش، حيت كيكونوا الشكال صغار. هنا البنات غنديرو الزعتر، بحال هكا البنات. ندخلو داك الزعتر بهاد العجين، كيتلبس لينا هاد العجين كله بهاد الزعتر. زدتي شي نكهات وجاك العجين بدا يتلصق، زيدي شويه ديال الطحين، شي معلقه ديال الطحين زيديه. صافي نحسو بداك النكهه دارت في العجين كامل. هانتوما البنات، وغنديروه في بلاستيك. ها هو غنديروه في هكا باش ندخلوه للثلاجه. هذا غنديرو فيه الجبن، هذا الجبن غندير فيه واحد من الزريعه. تنبغيو نديرو هذا نطبعوه ونوريكم ان شاء الله. دابا ندخل هذا الجبن في هذا العجين بهذه الطريقه هذه. علاه ما كثرناش الملح البنات في العجين، درنا غير ديك المعلقه حيت الفرماج مالح مربعات، وهذا تيكون مالح. هانتوما البنات دخلنا الجبن في العجين. ديما خليوها هي الاخيره حيت كتكرفس الدنيا. نجيب معلقه
هانتوما البنات، ها هي السودانيه هنا من الفوق اللي كتبان غليظه. نديرو هاد البابريكا المدخنه كتجي بنينه البنات، كتباع عند مالين لوازم الحلوه. هذه اخر وحده خليوها البنات. بحال كتدلكيها وهي كتدخل في داك النكهه اللي زدتي، كتدخل فيها حتى كتلبس كاع العجين كله. هانتوما البنات نديروها في بلاستيكه وندخلوهم الثلاجه البنات، نخليهم واحد 10 دقائق بحال هكاك، نبداو نشكلو فيهم ان شاء الله. البنات ببعض الاشكال، وحتى خليناها هكاك. نديرو شويه